ونختم من السعيدية، وضمن إطار برنامجها التنشيطي السياحي أقيمت فعالية مهرجانها، والذي استمتع جمهوره بعدة عروض وحفلات ومسابقات فنية ورياضية، كما سنتابع ضمن روبورتاج عبد الحميد المرابط وعلي عميرش. مجموعة أفريكا يونايتد تتألق في سهرات اختتام مهرجان صيفية السعيدية، المجموعة التي تتألف من 7 فنانين من مختلف أنحاء القارة السمراء انصهرت في بوتقتها الفنية مختلف اللغات والإيقاعات الإفريقية. أفريكا يونايتد مجموعة حازت على جائزة مسابقة جيل الموازين في نسخة 2010. هذه الفرقة متعددة الجذور، فهي تجمع فنانين قمريين وإيفواريين ومغاربة وكونغوليين وجيبوتيين. أعتقد أنها مغامرة فنية جميلة. إنها أمسية رائعة في هذه الأجواء الجميلة التي استمتع بها الجميع. السعيدية وعجبتني أجواء جميلة، لامبيونس بيان سور. ليالي السعيدية الساحرة التي تستقطب أفواجا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب تميزت بانطلاق مهرجان صيفيات السعيدية منتصف يونيو الماضي، مهديا لزوار المحطة السياحية أزيد من 40 حفلا موسيقيا. كل الأشياء هنا جميلة، موسيقى رائعة وأجواء ساحرة بالإضافة إلى طيبوبة الناس. المحطة جديدة تبارك الله، عطات واحد دفعة جديدة للسياحة في المغرب، والأجواء العموم يعني رائعة. صيفيات السعيدية التي احتضنها الميناء الترفيهي المارينا وعرفت تنظيم أنشطة ثقافية وفنية مختلفة من قبل إدارة المحطة السياحية، تندرج في إطار برنامج التنشيط السياحي لمحطة السعيدية. نهاية هذا العرض الإخباري. ترقب آخر باللغة